متابعينا الكرام، السلام عليكم. معكم عبدو. ملي وقعت هذه المظاهرة ديال الحسيمة لاحظنا في هذه الأيامات بأن الدولة رسلات العسكر والقوات المساعدة والبوليس والجندارم للريف. عندنا جوج ديال الاحتمالات، وكل احتمال عنده النتيجة ديالو. الاحتمال الأول، إلا كان الهدف ديال الدولة من هذه القوات العسكرية ورجال الأمن باش يحافظوا الأمن ويحرصوا على السلمية ديال المظاهرة وسلامة المواطنين، هذا أمر جيد ومن حقهم. ولكن الاحتمال الثاني، إلا كانت هذه الدولة كتوجد وكتهيئ هذه الأعداد الكبيرة من العسكر والقوات باش يقمعوا هذه المظاهرة وهذا الحراك السلمي، في هذه الحالة وبهذا الإجراء غادي يدخلوا البلاد في نفق مظلم ويقودوها للمجهول. حيث كاينين من بعض الدول اللي مجاورة لينا باغيين غير القوات المسلحة تستعمل العنف ضد المواطنين باش تخلط وينوض العنف وتولي السيبة وتولي المصائب في البلاد. كما كيقولوا مصائب قوم عند قوم فوائد. انا كنحذر المسؤولين اللي مصيفطين هاد رجال الامن والعسكر واللي بيديهم القرار باش يفكروا مزيان ويضربوا الحساب لاي خطوه ويستافدوا من تجارب الانظمه الاخرى اللي استعملت القوه، كمثال مصر وليبيا وسوريا والعراق، اللي كان النتيجه ديال هذا استعمال هذا العنف وقمع المواطنين غير الدمار والضياع والجوع والقهر. وكان طالب كذلك من بعض المسؤولين باش يبتعدوا على هذه الخطابات الاستفزازيه، وعوض هذه الاموال الطائله اللي صرفوها من اجل باش يجيبوا هذا العسكر والبوليس والجندارم وبالمركبات ديالهم المصاريف الطائله اللي صرفوها عليهم، يصرفوا هذه الاموال باش يحلوا المشكل من الجذر ديالو، يحققوا المطالب ديال هاد المواطنين اللي كيعانوا من الحقره والتهميش والحرمان. يبنوا لهم سبيطارات وجامعات ويصلحوا التعليم والصحه ويبنوا شركات باش يخدموا هاد الناس، هاد الشباب الضائع. ومن جهه اخرى كان طالب المتظاهرين باش يحافظوا على السلميه ديال هذا الحراك، باش تلبى المطالب ديالهم وتبقى هذه المظاهره سلميه، لا ريفيه ولا صحراويه ولا امازيغيه ولا عربيه، وانما مغربيه وطنيه. حيت حنا كنا مغاربه كنعيشوا تحت سقف واحد في بلد واحد في وطن واحد. ما نقولش انا امازيغي ولا انا ريفي ولا انا عربي ولا انا صحراوي، ولكن نقول انا مغربي انا مغربي انا مغربي. وما تنساوش تشاركوا معنا على قناة عبدو ان ام كا، ونتمنى توصل الرسالة ديالي. والسلام عليكم.